حاجات محتاج تعملهم لو عايز الموقع بتاعك يبقى accessible. اول حاجه هو انك لازم تخلي الايمج تاجز يكونوا فيهم الالت اتريبيوت، وده اللي بيساعدك انك تكتب فيه زي ديسكريبشن صغير كده عن الصور، وده بيساعد جدا السكرين ريدرز في ان هم يقروا الصوره ويفهموا بالظبط هي معناها ايه. تاني حاجه انك تخلي الليبلز بتاعتك فيهم الاتريبيوت بتاع الفور، وده عشان دايما تربط ان الليبل ده ليه علاقه بالانبوت ده، فالسكرين ريدر لما يجي يقراها يبقى عارف ان الاثنين ليهم علاقه ببعض. تالت حاجه انك تستخدم السيمانتك HTML، وده اللي هي التاجز بتاعت الفوتر والهيدر والسكشن والمين اللي بيكون ليها معاني محدده او ليها معنى واضح، وده برضو عشان يخلي السكرين ريدر يقدر يفهم الاستراكشر بتاع الصفحه بتاعتك ويتعامل على اساسه. رابع حاجه التكست كونتراست، مهم جدا ان تكون النسبه او العلاقه ما بين لون الخط والخلفيه بتاعته تكون نسبه كويسه. كل ما كانت النسبه بتاعتك قريبه للنسب دي كل ما كان الويب سايت بتاعك اكسسبل اكتر، والكلام بيكون واضح اكتر ومفهوم، والالوان بتكون متناسقه اكتر. خامس حاجه هو الانكر. لما تيجي تستخدم الانكر تاج لازم يكون الانكر ده واضح، ولازم يكون descriptive، وكمان عنده الوان مميزه، وكمان ما تنساش تحط الاندرلاين، وده بيسهل جدا على السكرين ريدر انه يفهم ان ده لينك، وكمان as a user experience دي بتكون افضل بكتير. قولوا لي بقى تعرفوا ايه تاني تعملوه عشان تخلي الموقع بتاعنا accessible؟